اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. من العنوان عرفتوا علاش غادي نهضر. قبل ما نبدا اليوم المفروض كان خصني نحط فلوق في لاصال فين كنتريض، لكن ما صورت شي لقطات بالتليفون وما بغاوش كيخدموا من بعد كيولي داكشي كحل شاشه كحل داكشي. جيت 3 المرات ولا 5 المرات وانا كنحاول نمونطي في البيسي ديالي، من بعد مشيت للبيسي بورطابل ما بغاش داكشي يخدم، فقررت انني ندير لكم فيديو نجاوب فيه على بعض الاسئله اللي جاوني ونهضر فيه على احسن جامعات كاينين هنايا في روسيا. قبل ما نبدا هذا التصنيف ماشي روسيا اللي دايراه، بل دايراه واحد المنظمه عالميه مختصه بالتصنيف ديال الجامعات في العالم كامل. وهاد المنظمه اللي اختارت هاد العشرة الجامعات كذلك اختارت 55 جامعه من روسيا من بين افضل 250 جامعه اللي كاينه في العالم كامل. واقيلا كتسمعوا الصداع ديال الدراري برا كيلعبوا، نمشي نشد الشارجر ونمشي. دابا مزيان، دابا نقدروا نبداو على بركة الله. الجامعة رقم 10 في اللائحة ديال اليوم هي الجامعة رقم 10 في اللائحة ديال أفضل 10 جامعات في روسيا هي National Research University Higher School of Economics اللي كاينة في موسكو. المهم هاد الجامعة خاصة بالإيكونومي وداكشي وكاينة في موسكو. الجامعة رقم 9 في اللائحة هي بيتر ذا جريت سان بيترسبورغ بيولوتكنيك يونيفرسيتي، وهاد الجامعة كاينة في ديال البيولوتكنيك وكاينة في سان بيترسبورغ. وقال لك هاد الجامعة عندها شراكات مع مايكروسوفت وابل، وكانوا داروا بيناتهم ابحاث وداكشي مجموعين مع هاد الجامعة هادي. الجامعة رقم 8 في موسكو كذلك، والاسم ديالها ناشونال ريسيرش كلير يونيفرسيتي، وهي خاصة بالانرجي والفيزيك، كاينة في موسكو حتى هي. الجامعة رقم 7 في اللائحة ديالنا عاوتاني كاينة في موسكو، واللي هي Institute of Physics and Technology State University. كسدي هاد الجامعة ديال الفيزيك وداكشي 8 ديال البروفيسور اللي كيقراو في هاد الجامعة تختاروا من بين الفائزين ديال جائزة نوبل. المهم انا نخلي لكم في الديسكريبشن الرابط ديال هاد المقالة هادي وغتشوفوا داكشي وتقراو اكثر، حيت انا كنعطيكم غير الترتيب وداكشي، وانتم تقدروا تقراو اكثر على هاد الجامعات وداكشي. الجامعه رقم 6 هي موسكو ستيت اوف انترناشونال ريليشن، والمختصر ديالها مكيمو يونيفرسيتي. حتى هنا في روسيا اغلب الجامعات كيعطوهم اختصارات، مثلا الجامعه اللي كنقرا فيها انا سميتها يورال فيدرال يونيفرسيتي، ولكن هنا في روسيا ما كيعيطوش هاد السميه، كما اغلبيه كيعيط اورفو هي اختصار ديال اورال فيدرال يونيفرسيتي. قال لك اسيدي هاد الجامعه ديال ريليشن شيب انترناشونال ريليشن شيب حطمت رقم قياسي بانها كتقري الكورسات ديالها ب 56 لغه more than any other institute in the world. المهم هاد الجامعه هاد الجامعه كتوفر على الطلبه ديالها انهم يقراو الكورسات ديالها ولا الشعب اللي كتقري ب 56 لغه، وهذه الجامعه الوحيده ذاتها في العالم، واخا ولا انها تحطم رقم قياسي في العالم في داك الكتاب ديال الارقام القياسيه. كنقول لكم بعض المعلومات اللي كنلقاهم انتريستين هنايا وكنقولهم لكم على ديك الجامعه، وانتم ديك الساعه تقراو كل. رقم 5 تومسك هاد السميه ديما كتبغيش تخرج، هادي مدينه تومسك ستيت يونيفرسيتي. المهم هاد تومسك جات في منطقه سيبيريا، البرد تما ناقص 50 ناقص 56 اشي عادي يعني تما. المهم هاد المدينه اصلا الرواسه كاملين كتقول لي طومسك كتجي في بالو القرايه، حيت ديك المدينه فيها بزاف ديال اليونيفرسيتي، واغلب الناس اللي كيمشيو تما كيمشيو على اساس انهم يقراو، بحال المدينه هي ديال القرايه وداكشي، ما كيفيهاش شي حاجات اخرين. سيدي هاد الجامعه ديال طومسك قال لك كتوفر 165 بروغرام ديال الماستر، وبعض منهم تقدر تقراهم باللونجلي باش الناس اللي كيسولوا على لونجلي وداكشي. فراه طومسك فيها الماستر، ولكن ماشي الشعب كاملين، بعض الشعب بلونجلي. رقم 4 موسكو اكاديمي، موسكو ستيت تكنيكال يونيفرسيتي، هذه ديال التكنولوجيا. ما كاينش رقم 3، كاينين جوج جامعات جاو في الترتيب الثاني. الجامعه الاولى هي نوفوسيبيرسك ستيت يونيفرسيتي. نوفوسيبيرسك حتى هي جات في سيبيريا، هي اكبر مدينه في سيبيريا، كتعتبر بحال العاصمه ديال منطقه سيبيريا، وراه قريبه لطومسك. المهم هادي ستيت يونيفرسيتي. بزاف منكم غيسولوني شنو المعنى ديال ستيت يونيفرسيتي وفيدرال يونيفرسيتي، غنسالي هاد الاحصائيه ديك الساعه نشرح لكم الفرق بين ستيت وفيدرال. ورقم 2 الثانيه اللي معاها في رقم 2 هي سان بيترسبورغ ستيت يونيفرسيتي، من سان بيترسبورغ
معروفه سان-بطرسبورغ راهي سان-بطرسبورغ. رقم واحد في اللائحه هي لومونسوف موسكو ستيت يونيفرسيتي. لومونسوف راه مشهوره، اي واحد كيشوف شي فيديو على موسكو راه كيبينوا لك هي واحد المبنى داير. كنوريكم شي تصويره ديالها هنايا. مشهوره هاد الجامعه، كتمشي ليها كتبان لك في الافلام، كيبينوها في الفيديو كليبات الموسيقى، كيدير لك الجامعه الصوره ديالها. من اشهر المباني في موسكو هي والكريملين وداكشي كيبقاو يبينوهم. المهم هاد الجامعه هي من اقدم الجامعات اللي كاينين في روسيا، وتبنات في 1755 وكتعتبر من احسن الجامعات. ونزيدكم معلومه اخرى، ماشي من السهوله انك فقط تواصل مع الجامعه وتقبل يقولوا لك يصيفطوا لك نافيدون داكشي. بالعكس هادو كيشوفوا النقطه ديالك وفهمتي كيشوفوا النقطه وكتدوز امتحان وداكشي. يعني ماشي ساهل باش تلتحق بهاد الجامعه، كتعتبر شي شويه صعيبه انك تلتحق بها. كانوا هما هادو افضل 10 جامعات في روسيا. كاين منكم اللي غيسولني الجامعه اللي كتقرا فيها انت شنو هو التصنيف ديالها. الجامعه اللي كنقرا فيها انا كانت في 2015، هي رقم 7 في هذه اللائحه. وهذه اللائحه اللي عطيتكم ديال 2016 ديال 2017 باقي ما خرجتش. في 2016 دابا ما عرفتش تقريبا الترتيب ديالها، ولكن على ما قريت راه هي من 20 الاولى في روسيا الجامعه فين كنقرا انا. وما عرفتش علاش ما تعرفش فيها في المغرب. هذا السؤال خصو يجاوبوا عليه في وزاره الخارجيه ولا في وزاره التعليم العالي كنظن، ماشي الخارجيه، التعليم العالي هما اللي خصهم يجاوبوا على هذا السؤال. دابا غادي نشرح لكم اشنو هو الفرق بين ستيت و فيدرال يونيفرسيتي، حيت كاين بعض الناس كتسمع ستيت وكتسمع فيدرال يونيفرسيتي. انا كنقرا في اورال فيدرال يونيفرسيتي، يعني جامعه فيدراليه، وكاين كتسمى ستيت ولا محليه. الفرق بيناتهم ان الفيدرال يونيفرسيتي كتكون جامعه دوك ستيت يونيفرسيتي. كتلقى مثلا اورال فيدرال يونيفرسيتي، دابا هذه اورال فيدرال يونيفرسيتي، كتلقى اورال ستيت تكنولوجي، اورال ستيت مثلا ميديكال ديال الميديسين، كتلقى ستيت وهذه كتكون جامعه، هي اللي جامعه دوك هذا هو الفرق بين ستيت وفيدرال. ستيت راه يكون بحال بارت من فيدرال، كتلقى ستيت هي بارت من واحد فيدرال. وكاين اللي كتلقى بعض الجامعات ستيت ولكن ما عندها حتى علاقه بفيدرال. ولا بغات شي جامعه ستيت انها تولي فيدرال، خصها تدير واحد الشراكه مع جامعه ستيت اخرى، يتجمعوا مثلا 3 ديال لي ستيت يونيفرسيتي وكيولوا جامعه وحده اللي هي فيدرال، كتدي ديك الفيدرال. اما بالنسبه للسؤال اللي غادي يجيني، اسماعيل واش كاين فرق ما بين الدبلوم ديال ستيت يونيفرسيتي وفيدرال يونيفرسيتي؟ غنقول لك لا، ما كاين حتى شي فرق، راه كتعطيك دبلوم واحد. اصلا في روسيا كاين جوج دبلومات، كاين الدبلوم الزرق والعادي، وكاين الدبلوم الاحمر. الدبلوم الاحمر يعني راك من المتفوقين، والدبلوم الزرق راه كلشي كيديه عادي. هذا ما كاين. غادي نجاوب على شي جوج ولا 3 الاسئله جاوني من في الفلوغات اللي فات. المهم نجاوب على هذا السؤال حيت هو طويل فيه بزاف الاسئله، غنجاوب على هذا. المهم بالنسبه لامتحان اللغه كيف يتم، وهل ان لم انجح فيه لا استطيع الزواج او ماذا؟ اول مره اسمع انه اذا اردت الحصول على الجنسيه يجب ان تتخلى على جنسيتي. هل هي معلومه صحيحه؟ او اذا اردت ان تحصل على الجنسيه وانا متزوج ماذا يجب ان افعل؟ هل ابقى فقط مع جنسيتي المؤقته؟ المهم اولا انت واخا ما فهمتيش من الشرح داك الفيديو، الزواج ماشي ضروري دوز امتحان اللغه. ما كدوز امتحان اللغه، الزواج كدي شهاده ديال العزوبه بانك عازب، والباسبور ديالك كترجم اللغه الروسيه، وكتدي معاك هاد الجوج هادو، واحد الورقه كتعمرها راه ديك الساعه ما يعطوها لك، وكتخلص 300 روبل. 300 روبل هي تقريبا شي 50 درهم، وكتمشي تتزوج عادي. كتعطيك واحد الموعد، في داك الموعد كتزيد تزوج، كتسني ورقه كتزوج عادي، كتسمى تزوج. اما بالنسبه لامتحان اللغه، في امتحان اللغه كدوزو باش كتحصل على الاقامه المؤقته والدائمه والجنسيه. بالنسبه للجنسيه، الجنسيه خصك ضروري تخلي عليها في روسيا باش تحصل على جنسيه روسيه. خصك تخلي على الجنسيه ديالك، وماشي غير روسيا اللي دايرها، بزاف ديال الدول كيديروا هذه القضيه هذه، ما كيعطوش الجنسيه ديالهم، بل خصك تخلي على الجنسيه ديالك باش تحصل على الجنسيه ديال ديك الدوله. هذا مكان السؤال ديالك، كنتمنى انك تكون فهمتي دابا. السؤال الثاني جاني سؤال اخر على الكرا. قال لك الكرا في سونتر فيل ولا تقريبا حدا الجامعه فين كنقرا انا. الجامعه فين كنقرا انا هي اورال فيدرال يونيفرسيتي، حتى كان تقريبا حداها تما كيبدا من $300 $250 كتعطيك ستوديو، بيت، كوزينه، حمام فقط. بغيتي كبار من هذيك كتزاد الثمن 300 250. هذا باش غادي تكري هي 3000 درهم 2500 درهم. هذه في منطقه حدا الجامعه، لان اصلا الجامعه تقريبا بزاف في السونتر فغاليه. قبل ما نسالي الفيديو كنتمنى من اي واحد عنده شي باج خاصه بهادشي ديال القرايه وداكشي بارطاجي هذا الفيديو. نتوما اللي كتفرجوا الفيديو ما عندكم لا باج ولا بغيتي تبارطاجي الفيديو، كنتمنى منك تبارطاجي تعاوننا، وكنتمنى يكون فدتكم ولو قليل. هادشي اللي كان الفيديو ديال ما كنت بغيت، كنتمنى ان داك الفلوق يتقاد ويتحط ديال لاصال
ولكن ما كتبش، وان شاء الله مره اخرى نعاود نصور، ما نصورش بالتليفون، نصور بالكاميرا. هادشي اللي كان في الفلوق ديال اليوم. في العاده لايك وبارطاج وكومونتير، واذا كنتي جيت في القناه اشترك في القناه ومشي شوف الفيديوهات اللي فاتوا. كان معكم اسماعيل الكرام من روسيا، نشوفكم في فلوق جديد ولا فيديو جديد. السلام عليكم. كيفاش صورت لكم هذا الفيديو؟ كيتطفى هذا، كتطفى الشارج، حيت اصلا هو عليه ينتقض الشارج الباتري. كنمشي نشارجي شويه ونعاود نرجع نصور، كنمشي نشارجي شويه ونعاود نرجع نصور. على